بيبدأ فيلمنا مع سهرة واللي بتشتغل محررة صحفية في مجلة، واللي حاولت تتصل بجدتها كذا مرة ولما معرفتش توصل لها قلقت عليها جدا، فاضطرت انها تروح بنفسها تطمن عليها. بمجرد ما بتوصل سهرة لبيت جدتها بتقابل دينيس واللي بيكون جارهم، وبنعرف ان دينيس وسهرة كانوا هما الاتنين جيران من زمان وصحاب، لكن لسبب ما العلاقة بينهم دلوقتي مش احسن حاجة. وبيكون دينيز هو كمان مش عارف يوصل لجدته، وده بيخليهم يقلقوا اكتر ان هما مش عارفين يوصلوا للجدتين. بيحاول دينيز يدخل من شباك البيت لكن بيلاقيه مقفول، وبتفضل سهرة مستمرة في انها تتصل بجدتها، وبتسمع صوت التليفون بيرن جوه البيت ومحدش بيرد، فما بتلاقيش حل غير انها تكسر الازاز بخوذة دينيز اللي في ايديها. وفي الوقت ده بتظهر الجدتين فعلا، وبنعرف ان هما الاتنين كانوا على الشط مع بعض، وان هما سابوا تليفونات في البيت علشان محدش يزعجهم. وبنرجع تاني لسهرة واللي بتكون بتكلم مساعدتها اهو، واللي بنعرف من كلامها ان ترقيتها متوقفة على انها تعمل ريبورتاج ولقاء صحفي مع مصور مشهور ما تعرفش عنه اي حاجة غير اسمه وبس، وانها بقالها شهور بتدور عليه ومش لاقيه. وبتعرف من مساعدتها ان زميلهم في الشغل كرم بيحاول يقنع المديرة بان هو اللي يترقى. وطبعا بتتضايق سهرة جدا من حاجة زي دي، وبتقول للمساعدة بتاعتها انها هتحاول تلاقي المصور ده في اقرب وقت. وتاني يوم بتكون الجدة سميحة جدة دينيس بتحاول تنقذ القط بتاعها اللي طلع فوق الشجرة، فبتعرض عليها سهرة انها تساعدها، وبتطلع فعلا فوق الشجرة، ووقتها بتسحب الجدة سميحة السلم من تحتها، وبتنده على دينيس وبتصحيه من النوم علشان يجي يساعدها. ودي بتبقى خطة من الجدتين ان هما يجبروا الاتنين ان هما يرجعوا يتكلموا مع بعض تاني. بيحاول دينيس ان هو يساعد سهرة، لكن هي بتقوله انها مش محتاجة مساعدته. ولما بتحاول سهرة تنط من على الشجرة بتزق السلم غصب عنها وبيخبط دينيس في دماغه. وبالليل بتروح سهرة لبيت دينيز عشان تعتذر له، بس هو ما بيبقاش طايقها، وبتفضل تتكلم مع الجدة، وبتلاحظ صور كتير متعلقة في البيت، وبتعرف من الجدة ان كلها من تصوير دينيز. وبتعرف برضو منها ان دينيز صاحبها من 15 سنة هو المصور اللي هي بتدور عليه. فبتستغرب سهرة جدا ازاي هي ما قدرتش تفهم ده، وخصوصا لان هي عارفة من زمان انه بيحب التصوير. وبتشوف سهرة انها محتاجة تصالح دينيز بأي شكل عشان تطلب منه يعمل معاها المقابلة عشان تترقى في شغلها. وبتتصل سهرة بالمساعدة بتاعتها اهو، وبتطلب منها تروح لها فورا، وبتقولها على حاجة معينة محتاجاها تجيبها لها وهي جاية. وفي الوقت ده بيتصل كرم زميلها في الشغل وبيقولها انه هياخد منها الترقية، وبيتفقوا هما الاتنين على رهان ان اللي هيكسب هو اللي هيترقى، واللي هيخسر هيضطر انه يستقيل من الشغل. وتاني يوم بتحضر سهرة الفطار، وبتعزم دينيز وقلاش عشان تلطف الجو شوية، وبتديله الهدية اللي كانت طلبت من اهو انها تشتريها، وبنعرف انها عبارة عن خوذة بدل اللي بوظتها له. بس الفكرة ان اهو لما طلبت الهدية طلبتها اونلاين، فهم بعتوها لها بناتي على اساس انها ليها هي. وبتحاول اهو تلاقي حل عشان تصلح اللي عملته، فبتقترح على سهرة انهم يقربوا اكتر من قلاش عشان يعرفوا منه معلومات عن دينيز، وانه يساعدهم يقنعوا بالمقابلة. وبيروحوا فعلا لمطعم قلاش، واللي بيعرف منهم انهم محتاجين مكان يصوروا فيه غلاف المجلة، فبيقترح عليهم ان دينيز ياخد سهرة يوريها المكان اللي متأكد انه هيعجبها. ولما بيوصلوا بيقعدوا الاتنين مع بعض على الشط، وبيبان على دينيز انه معجب بسهرة وبيحبها، لكنه بيحاول يبين انه هو بيكرهها، وبيستغل فرصة انها مش واخدة بالها منه وبيصورها بموبايله، وهي كمان بتستغل الفرصة وبتصوره من غير ما ياخد باله. وبالليل ومن غير اي مقدمات وهم واقفين بتزق سهرة دينيس في المية وبتنط هي كمان، وبتحاول تلطف الجو ان هما الاتنين يقضوا وقت مع بعض. لكن دينيس بيتضايق جدا وبيتعصب على سهرة، وبيقول لها انه كل ما بيبقى جنبها بتحصل له مصايب، وان مفاتيح الموتوسيكل بتاعه وقعوا في المية بسبب انها زقته، وان هما كده هيضطروا يروحوا البيت مشي. وفعلا بيرجعوا للبيت مشي، وبيكون دينيس متعصب جدا من سهرة وبيطلب منها انها تبعد عنه تماما وما تتعاملش معاه تاني. وطبعا الجدتين اللي ما بيكونش عاجبهم الوضع ده بيحاولوا يلاقوا خطة جديدة علشان يظبطوا الامور ما بينهم شوية. بتاخد الجدة سميحة دينيز وقلاش معاها للسوق علشان يشتروا حاجات، وبتدخل تجيب حاجة وبتسيبهم. وفي الوقت ده بيلاحظ دينيز ان سهرة قاعدة لوحدها في كافيه، وبيجي 2 شباب يقعدوا معاها وبيكونوا بيضايقوها، فبتقوم سهرة وبتمشي، لكنهم بيقوموا وراها بيفضلوا مستمرين في مضايقتها. وبيجري دينيز عشان يتدخل، لكن سهرة بتقوم بالواجب وبتعلمهم الأدب، وبتحصل خناقة كبيرة في نص السوق، وبيتخانقوا كلهم مع بعض، وبيجي البوليس ياخدهم كلهم ويقبض عليهم. وبيعترف الشابين للضابط ان اللي طلب منهم يعملوا كده هما الجدتين، وده عشان يحسنوا العلاقة شوية ما بين دينيز وسهرة، وان هما كانت نيتهم كويسة. وبيقضي دينيز وسهرة الليلة في الحجز، وبيقضوها هما الاتنين في الخناق والمناقرة، لحد ما سهرة بتتعب وبتنام على كتف دينيز لحد تاني يوم الصبح. وتاني يوم الصبح بعد ما بيخرجوا من القسم وفي طريقهم للبيت، بتكون سهرة خايفة جدا من الموتوسيكل، وبتطلب من دينيز انه يقلل السرعة شوية، لكنه ما بيهتمش وبيزود السرعة اكتر وبيستفزها ويضايقها. فبتطلب منه سهرة انه يوقف الموتوسيكل، وبتنزل وبتتخانق معاه، وبتقوله انها بتخاف من الموتوسيكلات مش لانها جبانة، ده لان ابوها وامها ماتوا في حادثة موتوسيكل.
فطبعا بيتكسف دينيز وما بيبقاش عارف حاجة زي كده، فبيعتذر لها وبيقول لها انه ما كانش فعلا يعرف، وطلب منها انهم يقعدوا على الشط شوية علشان يهديها. في الوقت ده اعترف لها دينيز انه كان بيحبها من وهم صغيرين، وانه كان ناوي يعترف لها بحبه، واليوم اللي كان مخطط يقول لها فيه اتفاجئ بيها وهي جاية ومعاها اصحاب كتير ليها، فاتكسف وما قدرش يتكلم، واعتبر ان ده عدم تقدير لحبه، وانها بعد ما مشيت من المدينة الصيف ده ما رجعتش الصيف اللي بعده. اتفاجئت سهرة واعترفت له ان هي كمان كانت بتحبه، وانها ما كانتش تعرف انه ناوي يعترف لها بحبه في الوقت ده، وانها ما رجعتش الصيف اللي بعده، وده لان ابوها وامها كانوا ماتوا في الحادثة، وهي خدت وقت طويل على ما استوعبت الموضوع. وبس كانت المشكلة ما بين الاتنين ان مفيش حد فيهم اعترف للتاني بحبه، وقرروا ان هما يرتبطوا ويعوضوا على بعض السنين اللي ضيعوها. وتاني يوم بياخد دينيس سهرة للمكان اللي كان ناوي يعترف لها بحبه فيه من وهما صغيرين، وبيقولها انه عمره منسيها ومنسيش اي تفصيلة عنها، زي انها بتحب تجمع صخور من كل حتة بتروحها وبتحتفظ بيها. وبياخدها دينيز يوريها البيت اللي هو عايش فيه، ووقتها بتتفاجئ سهرة بانه مجمع صخرة من كل مكان هو زاره زي ما هي بتحب تعمل، وبتبدأ علاقتهم تتطور، وبيبدأ دينيز يحكي لها تقريبا كل حاجة عن حياته وعن الصور اللي بيصورها وعن سبب رفضه انه يعمل اي مقابلة مع اي مجلة. وبتظهر مشكلة في شغل سهرة بخصوص غلاف العدد اللي المفروض ينزل من المجلة، وبيكون سبب المشكلة هو زميلها في الشغل كرم، وبيكون الوقت ضيق ومفيش مصور يصور الغلاف، وبيقترح دينيز على سهرة ان يكون هو المصور اللي هي بتدور عليه ويصور غلاف المجلة، لكن شرطه انهم يقللوا عدد الاستاف علشان محدش يشوفه وما يتكتبش اسمه تحت الصور ويكون في سرية تامة، وده لانه مش حابب يكشف هويته. فبتوافق سهرة وبتتبسط جدا لانه انقذ الموقف. وتاني يوم واثناء التصوير بتتكلم سهرة مع اهو وبتقول لها انها خلاص لغت فكرة المقابلة مع دينيز، وده لانها مش حابة انها تستغل الراجل انها بتحبه، وانها خلاص ناوية تستقيل فعلا من المجلة. وفي وقت التصوير بيجي كرم زميلها في الشغل واللي بيهددها انه يقول لدينيز انها كانت بتعمل كل ده علشان تعمل معاه المقابلة، وفعلا بيقول لدينيز انها كانت طول الوقت ده بتستغله وبتضحك عليه. دينيس طبعا بيتصدم وبيسأل سهرة اذا كان اللي بيقوله كرم ده حقيقي او لا، وهي بتقوله ان فعلا في الاول كانت نيتها كده، لكن بعد كده حبته وده غير تفكيرها تماما ولغت فكرة المقابلة من دماغها. بس هو ما بيصدقهاش وبيقول لها انها تعرف عنه بالفعل كل المعلومات اللي هي محتاجاها علشان المقالة، وانها تقدر تنشر المقالة اللي هي عايزاها، وبيبارك لها على ترقية مقدما وبيمشي ويسيبها. وبس كده. لو عايزين تعرفوا نهاية الفيلم روحوا اتفرجوا عليه واكتبولي في الكومنتس عجبكم ولا لا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة.